ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أحبائنا في الله، أهلا وسهلا بحضراتكم. في حلقة سابقة لبرنامجكم الدين للحياة تناولنا بعض الأحكام وآداب البيوت التي فرضها الله سبحانه وتعالى في سورة النور. سورة النور وسميت النور لأن أي بيت في البيوت لا يمكن مهما كان بسيط أو شيك أو أنيق، مهما بلغ فيه من تجهيز على أحدث طراز، لا يمكن أن هو تقدر تستفيد بهذه المميزات أو ترى هذه المميزات بدون ما يكون في نور داخل هذا البيت، سواء نور من النوافذ أو نور لازم نشوف مداخله ومخارجه عشان نقدر نعيش فيه ونستمتع بمميزاته. كذلك سورة النور ربنا سبحانه وتعالى أنزلها لينا علشان نهتدي بها في بيوتنا. الحلقة السابقة كان مشرفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد أبو بكر من علماء وزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا ومرحبا وبارك الله فيك وفي مشاهديك الكرام. سعداء بحضرتك، حضرتك مشرفنا للمرة الثانية في هذا الموضوع في الاستوديو. أهلا بحضرتك. ربنا يبارك فيك. في الحلقة السابقة يمكن تناولنا بعض الآداب والتعليم التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا في سورة النور. يعني آداب الزيارة، كيف تكون الزيارة، أوقات الزيارة، تحديد موعد سابق، عدم رمي المحصنات. يا ريت حضرتك في دقائق معدودة نعيد على السادة المشاهدين قبل أن نستكملها، نعيد ما فاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأنوران الأكملان الأعظمان على سيدنا رسول الله صلى الله على آله وصحبه وسلم ومن والاه، وبعد. صلى الله عليه وسلم. حقيقة حينما أقرأ وأطالع سورة النور أشعر بالفخر والاعتزاز على أن الله أكرمني بنعمة الإسلام وشرفني بفضل ومنة الإيمان. ولعل في هذا المقام تحضرني كلمة الإمام البيضاوي رحمة الله عليه ورضي الله عنه حينما يشرع في تفسير قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، فيقول: ولا أدري أحمده على حمد النعمة أم على نعمة الحمد. فإذا أردنا أن نستعرض ما دار في الحلقة الماضية أو السابقة من مقاصد كنا قد طوفنا حولها من خلال سورة النور، فبادئ ذي بدء طوفنا حول خطورة الكلمة وحول خطورة اللسان وحول حرمة الأعراض. وأقول ما أحوج بلادنا في هذه الحقبة الزمنية بعد ثورتين متتاليتين إلى حقيقة أن نطبق حد القذف. لماذا؟ لأننا الآن أمام ورطة أخلاقية، وإن شئت فقولي أمام هجمة فوضوية نالت جميع الأعراض بلا استثناء. فأنت بسهولة إذا نزلت إلى الشارع تستطيعي أن تسمعين من الألفاظ ما تقشعر له الأبدان وما تخجل معه النفوس وما يتصبب له الجبين عرقا. إذا تابعت قنوات الإعلام وما يثار فيها من اتهام صريح لبعض الناس، ربما الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، وربما الذين عجزوا عن الدفاع عن أنفسهم، وربما من كانوا مبرؤون من هؤلاء ومن هذا الكلام لكنهم لا حيلة لهم وليس لهم قوة في الرد. القرآن الكريم حمى جميع الأعراض حينما وضع حد القذف وحينما حكم على القاذف. وليس معنى القذف الرمي بالزنا فحسب، وإنما يقصد بالقذف كل قذف ينال من سمعة الإنسان أو من عرضه أو من شرفه أو ما يسميه القانون تهمة تخل بالشرف. نعم. تهمة تخل بالشرف. فالإسلام الكريم يهذب النفوس ويهذب الألسنة. ولعل الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صريح: من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. ربنا يرزقنا. والحقيقة أن الناس الآن لا تستطيع أن تضمن لرسول الله ما بين فكيها وما بين فخذيها. طيب احنا فهذه من الخطورة بمكان. كان هذا هو المقصد الأول الذي سرنا فيه، مقصد من سورة النور. نعم. ثم كان المقصد الثاني
وهو خطورة رمي الناس بالباطل، لا سيما بين الزوج والزوجة. وقلنا إن الزواج عبارة عن كوب من اللبن، إذا وصل الشك أو تطرق إليه من قبل الزوج أو الزوجة فإنما تعكر اللبن، ولا يجرؤ أحد أن يشرب اللبن بعدما تعكر، لأننا تعودنا على اللبن حلو المذاق، جميل المنظر، صافي حينما تنظر إليه، فإذا تعكر فإن النفس تأباه. ولعلك تذكرين أن المرأة التي اتصلت أو الأخت الكريمة التي اتصلت حينما قالت إن الزوج الذي سافر ويعني تشكو منه كثرة الشك والريبة، قلت لها الخير في مفارقة هذا الزوج، لأن الزواج بني على الأمان، بني على الطمأنينة، بني على الاختيار الصادق، بني على أن زوجتي تنام في وسط الرجال تقوم وهي أعظم منهم، ليست مثيلة لهم وإنما خير منهم وأعظم منهم، ثقة في الزوجة. كان هذا هو المقصد الثاني، يعني الثقة وعدم رمي الزوجة أو الزوج لبعضهم البعض. هذا الرمي هذا من أمارات الفسق، وإنما الثقة ثم الائتمان ثم حسن الظن ثم الأدب ثم حسن الاختيار، أمور كثيرة كفيلة أن تجعلك أمام زوجة مثالية. ثم كان المقصد الثالث من مقاصد سورة النور، وهي حرمة البيوت والسياج الأمني القرآني الذي حمى الله به سبحانه وتعالى البيوت. وقلنا لو أنك تذكرين بأن آيات سورة النور في الاستئذان نزلت من أجل امرأة ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أكون في حالة لا أحب أن يراني عليها لا والد ولا زوج ولا ولد، فنزلت هذه الآيات. وحينما أتى الصحابي الكريم إلى سيدنا صلى الله عليه وسلم يستأذن في أن يسأل أفأستأذن على أمي؟ قال نعم. فاستوعب الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما لم يدرك أنه يعيش مع أمه وأنه ينفق عليها وأنها في كفالته، فأعاد السؤال أفأستأذن على أمي؟ قال نعم. وفي الثالثة غضب رسول الله من تكرار السؤال وقال أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا. قال فاستأذن. من هنا قلنا بأن أدب النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعود للبيوت فجأة، وإنما صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد بأصحابه أدخلهم المسجد ثم أرسل مناديا ينادي إن رسول الله قد عاد بأصحابه. قلنا بأن الزوج الذي يملك مفتاحا للمنزل أو للبيت أو للشقة لابد أن يستأذن قبل أن يدخل. جرس. نعم. تلك هذه أهم المقاصد التي حمى الله بها سبحانه وتعالى الأعراض، وحمى بها سمعة الإنسان، وحمى بها حرمات البيوت. ولعله من الجميل أن الله سبحانه وتعالى يجعل كل بيت من بيوت الناس بيت رئيس أو زعيم. حضرتك تقدري تروح النهاردة بيت الرئيس أو بيت الوزير بدون تصريح أمني وبدون سؤال عليك وبدون استئذان موعد سابق. موعد سابق. هكذا يجعل القرآن الكريم كل إنسان له في بيته الزعامة وله في بيته السلطة وله في بيت الرئاسة. وليس أدل على هذا أن سيدنا عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين وهو أمير دولة مترامية الأطراف لا تغيب عنها الشمس يستأذن على سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه بعد صلاة العشاء، فيفتح حذيفة فيقول ماذا تريد يا عمر؟ ماذا تريد يا عمر؟ قال أنسيت أني أمير المؤمنين؟ قال لا، لم أنسى، ولكن أنت أمير المؤمنين هناك في بيت الإمارة، أما أنت الآن فقد أتيتني إلى حيث إمارتي فانتفت الصفة عنك وثبتت لي، أآذن لك بالدخول أم لا آذن؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعني طالب أو تمنى إن من أهل الكوفة طالبهم إن هم يتعلموا سورة النور. نعم. لهذا السبب سيدنا عمر رضي الله عنه كان رجلا وقافا عند كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. ولعلك تذكرين قصة مشهورة جدا لما سيدنا عمر كان يمر مرة بالبيوت فسمع هرجا ومرج، ففهم وأدرك عمر أن من داخل البيت ليسوا أهل طاعة، اللي جوه ما هوش قاعدين يعبدوا ربنا ولا يذكروا ربنا
ولا الحالة اللي سمعها سيدنا عمر يقول إن واحد قاعد مع أهل بيته ولا مع عياله بيهزروا. نعم. إنما فهم أنهم على معصية، ففكر لو دخل من الباب أو استأذن، ما أول ما يسمعوا النحنحة بتاعته كل يعني المولد زي ما يقولوا هينفض، وسيدنا عمر ما يمسكش قضية التلبس. فإذا بسيدنا عمر يدخل من الشباك عليهم، فكان فيهم فرآهم يشربون الخمر. رآهم يشربون ليه؟ طب ما هو دخل بدون استئذان. ما هو تعالي بقى شوفي بقى الجمال. طبعا هم ناس بتشرب الخمر، فوقف واحد منهم وكان بليغا وقال: يا أمير المؤمنين، إن كنا أخطأنا خطأ فأنت أخطأت ثلاثة، لو إحنا واحد أنت ثلاثة. فقال عمر رضي الله عنه: أمن كتاب الله أم من سنة رسول الله؟ قال: من كلاهما، من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هات الأولى. قال: أما الأولى فإن الله يقول في قرآنه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وأنت لا استأنست ولا استأذنت ولا سلمت علينا. أدي واحد. قال له: هات الثانية. قال: أما الثانية فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وأتوا البيوت من أبوابها وأنت أتيتنا من الشباك. فأين القرآن يا عمر؟ قال: هات الثالثة. قال: أما الثالثة فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تجسسوا وأنت تجسست علينا يا أمير المؤمنين. فأين وقوفك عند القرآن؟ فعفى عنهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه شريطة أن يعاهدوه على التوبة، لأنه وجد نفسه قد وقع في المعصية، وجد نفسه قد خالف كتاب الله. من هنا رأى عمر في البيوت الحرمة، ورأى عمر في البيوت الشدة، ورأى عمر في البيوت السياج الأمني الذي لابد أن يحترم. فلذا أرسل إلى أهل الكوفة وقال: علموا بناتكم سورة النور، لما فيها من آداب عالية ومقاصد اجتماعية سامية. هذه الصورة من لا يتعلمها فقد فاته نصف دينه. لماذا؟ لأن المرأة ترى فيها جملة آداب أكثر من 3/4 الآداب التي في القرآن موجودة في سورة النور. الرجل يجد فيها جملة من الآداب الخطيرة التي تحفظ له دينه ودنياه. المجتمع بأسره يجد فيها قمة الآداب التي إن تعلمناها وإن درسناها وإن فقهنا شبابنا فيها، فإذا درسناها في الجامعات وفي مراحل التعليم المختلفة، وأعني بمراحل التعليم المختلفة خاصة في التعليم الإعدادي والثانوي والجامعة. لماذا؟ لأن هذه أخطر مراحل الشباب. إذا درسنا هذه الصورة واستطعنا أن نجعل الطالب الذي يطبق هذا من أوائل الطلاب أخلاقيا والطالب المثالي، فلسنا بحاجة بعدها أن نرفع شعار لا للتحرش أو نساء آمنة أو فتيات آمنة أو مجتمع بلا تحرش أو مجتمع بلا اغتصاب أبدا. ولكن يوم أن غابت القيم الإسلامية انتشرت قيم الرذيلة التي غاب عنها الإسلام وغابت عن الإسلام. فعلا ما أحوجنا لدراسة هذه الآيات من سورة النور. هنتوقف عند كل مقصد منها بعد الفاصل إن شاء الله. حابب بفضيلة الشيخ اللي مشرفنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور محمد أبو بكر من علماء وزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. توقفنا قبل الفاصل عند احتياجنا في هذه الفترة واحتياج الشباب لتعلم وتدبر مقاصد سورة النور، وقلنا هنبتدي نتكلم عن ما يخص الشباب فيها بالتفصيل. حدود العلاقة بين الشاب والشابة كيف حددها الله سبحانه وتعالى وفرضها في هذه السورة؟ يعني اسمحي لي في البداية ان انا ادخل البيت وبعدين اخرج لحدود الشاب والشابة. النهاردة من غير ما نزعل من بعض تعيش مصر حالة طوارئ في كل البيوت التي فيها طالب او طالبة في الثانوية العامة. مش كده ولا ايه؟ ربنا يوفقهم جميعا يا رب. أسأل الله أن يكتب لهم التوفيق والنجاح وأن يجري الخير على ألسنتهم وعلى قلوبهم. آمين يا رب. لكن أنا عايز أقف وقفة كده من غير ما حد، من غير ما أم ولا أب يزعلوا مني. النهاردة عندنا عادة وحشة جدا. طبعا احنا عندنا مراكز الدروس الخصوصية منتشرة. السناتر. نعم السناتر. وطبعا السناتر دي حضرتك حسبما رأيت أنا واطلعت وشاهدت بعيني بتخلص 11 بالليل و10 ونص و10
مش عايز اقول لك في الايام دي، ممكن بعد 10 كمان. ايه اللي بيحصل يا استاذتي الكريمه؟ البنت اصل بتقلق اهل البيت لما بتخبط، فبيسلموا القط مفتاح القرار كما نقول، مفتاح البيت القرار. تمام. الاب يعمل ايه؟ او الام، خدي يا بنتي اعملي لك مفتاح عشان ما تزعجيش حد. هنا سلمت البنت زمام نفسها. وهديكي مثال صعب قوي لما قريته، يعني انا لما قريته حسيت ان احنا لازم نقف طويلا قدام العادات دي. سيدنا انس بن مالك كان صغنن، كان عنده كام سنه؟ كان عنده 12 سنه او 13 سنه. 12 سنه او 13 سنه دي عندنا احنا سن مراهقه. هناك مع سيدنا النبي يغزو في سبيل الله ويتولى الاماره، اماره جيش باكمله. فتخيلي حضرتك ام وديته لسيدنا النبي وهو صغنن اول ما مات ابوه عشان النبي يربيه صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام. فكان قاعد خدام عند مين؟ عند النبي عليه الصلاه والسلام. فبيقول سيدنا انس في مره عدت الى امي بعد صلاه العشاء متاخرا بمقدار ان يقرا احدكم سوره ياسين. يعني حضرتك تقري ياسين يعني فتره ربع ساعه مثلا، خليها نص ساعه عشان تبقى قراتيها براحتك قوي. تمام. فلما رجع وعنده 13 سنه قالت اين كنت يا انس؟ كنت فين؟ فقال يا امي كنت اقضي حاجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انا كنت بقضي حاجه لمين؟ سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. فقالت وما الحاجه يا انس؟ قال يا امي حتى استاذن رسول الله، اسال النبي اقول لك ولا ما اقولكيش؟ وانتهى الموقف. بعد 80 سنه سيدنا انس بيملي التلميذ بتاعه الحديث، فقال له وما الحاجه يا سيدي؟ قال لو اخبرت بها امي لاخبرتك بها. فلو وقفت قدام الحديث ده، طب احنا نتوقف عند هذا الموقف. نعم 13 سنه. تمام. وبتقول له اين كنت يا انس؟ وصبي وولد وفي مجتمع يحافظ على القيم والاخلاق والتقاليد. انما النهارده انت البنت بترجع الساعه 10 بالليل، حضرتك مش عارف حاجه، لا تعرف مين اصدقائها ولا مين صحباتها ولا مين ماشيه مع مين ولا راحه مع مين. وبعدين لما تقع الكارثه تقول يا شيخ الحقني. يا سيدي سورة النور لما اتكلمت عن العلاقات الأسرية، اتكلمت عن العلاقات الاجتماعية، اتكلمت عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي. اتكلمت مين يخش بيتك ومين ما يخشش. احنا النهارده فاتحين البيوت. طب هذه التعليم التربويه في سوره النور حضرتك بتقول يعني لازم الام او الاب يبقوا عارفين اين كان الشاب او الشابه، والمفتاح مستمره للولد والبنت. طب المفتاح ممكن يكونوا بره. نعم. يعني الوالد او الوالده في الشغل بره، والكلام ده بره ده في وقت النهار، لكن انا تقصد ليلا في ليل. تمام. وبعدين حتى لو النهار انا اتساءل مع كل اب انت بتشتغل عشان مين؟ وكل ام بتعملي عشان مين؟ مش عشان أولادنا. ان انت تربي ولادك تربيه يسعد بها المجتمع وتسعدي بها انت قبل المجتمع. تمام. حينما تاتي البنت بالكارثه للبيت، ليه؟ لان حصل انفلات، حصل انفصال. اصبحت الام في جانب والاب في جانب والبنت خلى لها الملعب. خلي بالك ودي مصيبه. لابد ان احنا نقف عند كل بنت. بقول للام صاحبيها، بقول للام صدقيها، بقول للام تتبعيها، وخليكي كوني كأم موسى حينما قالت لأخت موسى قصيه. والقرآن قال فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. أنا بدعوك أيتها الأم فبصرت به عن جنب. بص لها كده بالراحة، تتبع خطواتها بالراحة دون أن تشعريها أنك جهاز سيادي تراقبي أفعالها وتصرفاتها وحركاتها. لا. طيب والدة أنس نعم. والدة أنس كانت بتسأله بشكل مباشر. يعني نقدر أن احنا بالنسبة نتعامل مع الجيل الجديد حاليا بالأسلوب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صاحبهن 7. أيوة. من بعد 7 نصاحبهم. بس الجيل الجديد ما ينفعش تعامل معاه مباشر. ليه؟ لأن الجيل الجديد عنده تكنولوجيا مش عند أنس. تمام. الجيل الجديد عنده فيسبوك،
معايا حضرتك؟ الجيل الجديد عنده تويتر. طب اللي يمشي مع الجيل الجديد بقى حضرتك؟ لا، في ايه بقى؟ في زي ما بيقولوا الحب والموده نعم. والتربيه الصحيحه والغرس الصداقة. الصحيحه والغرس الصحيح والصداقه، وعلموا خطوره الصديق. انت عارفه حضرتك البيت بتاعي او بيت حضرتك او بيت اي حد، لو انا قلت لك النهارده يا استاذه انا ان شاء الله استاذه مها بعد الحلقه عايزك تعزميني عندك في البيت، هتقولي ليه؟ اهلا وسهلا. اتفضل، اهلا وسهلا. ده مش من الاسلام. انت تعرفي اخلاقي؟ انت سكتي ليه؟ لا انا اعرف اخلاق حضرتك، انا اعرف اخلاق حضرتك، لكن في موقف اخر ممكن الناس ما تعرفش. لا ما تعرفينيش، انت لا تعرفوني، لا تعرفيني. انت عجيبه قوي والله. انت فكرتيني بحاجه جميله. طب نقيم ازاي الناس حضرتك؟ امبارح والله زي ما بحكي نختار مين يدخل ومين بعد ما صلاه يدخلش. المغرب دخلت عليا واحده المسجد والله زي ما بحكي لك كده، اعطيت من الجمال وهي ست كبيره ربنا يحفظها يا رب، ومعاها بنتها غايه في الجمال، وقالت لي يا شيخ انا عايز اجوزك بنتي. قلت لها انا متجوز. قالت لي انا موافقه. لا اله الا الله. ليه؟ قالت له انا سمعت القران وانت بتقرا وسمعت الدرس. قلت لها للاسف انت شفت الشيخ اللي هو صوته جميل واللي هو كلامه جميل واللي هو قاعد بيضحك واللي هو كلامه طيب ورحب، انما انت ما شفتنيش لما بغضب، ما تعاملتيش معايا في الدرهم والدينار، ما صاحبتنيش في سفر، ما تعاملتيش معايا في اخلاقي. ولذلك خلي بالك المؤهلات بتاعت الزواج تلاقي في القرآن قال له ستجدني ان شاء الله من الصالحين. عايزه حد مؤتمن، عايزه حد يصبر على البنت، عايزه حد ايه يعني يبقى شيخ وبيصلي وحافظ القرآن ودقنه 2 متر لكن بخيل. طب ما هيخرب بيت الدنيا. سورة النور على فكرة فيها أسس الاختيار بس الأخلاقي. قالت ايه؟ الخبيثين للخبيثات. ايه المفهوم بالخبث؟ خلي بالك بقى ايه المفهوم بالخبث؟ لا انا اقصد الايه اللي هي الزاني لا ينكح الا طب جميل زانيه والزانيه لا تنكح، يعني هنختار اختيار. خلي بالك بص الاختيار وحرم ذلك على المؤمنين. ما المقصود ليه نزلت الايه؟ المؤمنين لا يتزوجون ممن لا خلق له. ليه نزلت الايه؟ واحد من صحابه سيدنا النبي حب واحده كانت تسافح الرجال، يعني تزني والعياذ بالله، فراح يتجوزها. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي عنده بيستأذنوا نزلت الآية. خلي بالك لما نزلت الآية إعلان وإنذار إن طبقات المجتمع تقسم ليس على المال وليس على الجاه وليس على الجمال، وإنما تطبق وتصنف على القيم الأخلاقية. خلي بالك تصنف على القيم الايه؟ الأخلاقية. ولذلك لما تيجي واحد من عندنا مستحيل يعرف إلا ما رحم ربي يتجوز واحدة من أوروبا وينجح، لأن هذا تربى على قيم ودي تربت على قيم. مش كده ولا ايه؟ تمام صح؟ تمام. ده ليه تربية وده ليه تربية. ممكن يتجوزوا وينجحوا لما تكون التربية متشابهة، الأخلاق متشابهة. مش كده ولا ايه؟ الإسلام لما صنف يا جماعة ما صنفش على فلوس، ما صنفش على شهادة، إنما صنف على سيادة. السيادة تكون فين؟ في الأخلاق. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. خلي بالك. فشوفي كده، فلما ربنا يحط كده وبعدين خلي بالك بقى يجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. الله. وإياكم وخضراء الدمن. قيل وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. ايه الفايدة ان هي كويسة لكن هي في منبت سوء؟ يعني ست جميلة ولكن البيئة ليست على خلق. طبعا. نعم. طبعا. والبيئة تؤثر. خلي بالك بنت جميلة البيئة تؤثر. وما تقولش ماليش دعوة بالبيئة، لا البيئة تؤثر والبيئة ليها دخل. وعلماء النفس والاجتماع قالوا ان البيئة ليها دخل في الأخلاق وفي التعليم وفي التصرفات. مش كده ولا ايه؟ تمام. فلا بد ان احنا نقف عند هذا. لما نيجي نبص لكده بقى حضرتك قلت الطيبون في الآية، الطيبون اللطيبات ليها مقصد آخر. قبل المقصد ده خلينا نروح لبنت الرجل الصالح شعيب. لما جت تختار قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. حطت إيه؟ مؤهلات. مش كده ولا إيه؟ تمام. مؤهلات. المؤهلات دي في القوة، طبعا القوة لأنه حمل ما لا يحمله إلا 10 رجال. والأمين لأنها لما جت تمشي وراه قال لها لا، لما جت تمشي قدامه قال لها مش وراي. ليه؟ قال إن من بني قوم لا ننظر إلى عورات النساء. شوف الأدب والتربية. فاختارت لنفسها. سيدنا الإمام أحمد لما بعت خالته تجوزه قالت يا بني هما أختان، أما الكبرى فعوراء سمراء وأما الصغرى فشقراء جميلة. فقال الإمام أحمد يا خالة أيهما أكمل عقلا؟
مين الأكمل؟ قالت الكبرى، قال بها. هي دي اللي أنا عايزها. لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه احنا الصلاة بنتكلم والسلام. عن مجتمع ما يتجوزش تاني، مش كده ولا ايه؟ الزواج التاني والتالت والرابع. طب ما هو ليه؟ عشان المجتمع مش غلط. النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج خديجة، ليه ما اتجوزش على خديجة؟ ايه السبب؟ هي كانت شرط عليه النهارده زي ما الشروط الخاصه في من القسيمه الا يتزوج عليه باخرى؟ ابدا. كانت محلفه على لماذا المصحف. ستنا خديجه بالتحديد آه. ما تزوجش عليها؟ مش معنى تزوج على الاخريات. لازم يتسأل. آه. ما تسألوا النبي. سألوا الصحابة النبي لما لم ومين اللي سألته؟ أمنا عائشة رضي الله عنها. الضرة زي ما بيقولوا. لما لم تتزوج على خديجة يا رسول الله؟ اسمعوا بقى نسائنا ونساء المسلمين ونساء الإنسانية كلها تسمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما رأيت عيبا في خديجة تكمله امرأة أخرى. شوف العظمة. ما لقيتش ايه؟ ما هي كانت من اكمل النساء ما لقيتش عيب. يبقى الزوج اللي بيروح بره لا عيب، لا خلل. خلي بالكم فقط. ما هو الخلل، خلي بالك الخلل مش شرط ان هو لا خلل في زوجته. ممكن خلل في نفسه هي ما عرفتش تصلحه. خليني مش عايز اقول لك ممكن يكون هو ديني، ممكن يكون هو يحب التذوق، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الذواقين والذواقات. القرآن الكريم لما حكم في قضية النساء قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. قال: وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. خلي بالك. وبعدين حكم: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. ولما تبص لمقومات العدل تلاقيها صعبة جدا، وكأن القرآن بيضيق. لما تيجي تبص بقى خلي بالك كلمة الخبيثون الخبيثات. نعم. لما تيجي تبص للآية دي، هل المقصود بها الجواز؟ الناس حضرتك المفهوم العام ليها ان الناس الطيبه الرجل الطيب بيتزوج من امراه طيبه، والخبيثه تتزوج من خبيثه، وهي ليها مقاصد اخرى. طب وايه رايك لما يقولوا المخده ما تجمعش اتنين؟ مش كده ولا ايه؟ اتنين حلوين. لا يقولوا المخده ما تجمعش اتنين. طب حضرتك مش بقى في طرف ظالم وطرف مظلوم؟ لا لا لا. المقصود بالايه دي عايز يفتح الافق قوي. فعايز يقول لك ان الخبيث في القول يميل الى الخبيث في القول مثله. ينفع انا يعني بصفة عامة وليس في حالات الزواج فقط. طبعا. نعم. ينفع انا اقعد في وسط جماعة يتعاطوا مكيفات واقعد اتكلم معاهم يحبوا كلامي؟ لا. طب انا احب فعلهم؟ لا. يبقى احنا بعاد. اكيد. طيب لما اجي انا مثلا اقعد في وسط ناس طيبة وناس محترمة بتوع ايه؟ فلانه، اقول لهم: يا اخوانا الله يهديكم الصح. يا عم الشيخ احنا قلنا حاجه؟ احنا ما قلناش حاجه. فتلاقي بينا ايه؟ تنافر. خلاص مش متقبلين بعض. مش كده ولا ايه؟ صح. طيب تعالي بقى معلش، زوجه ماشي خبيثه في قولها وفي فعلها وفي خلقها، ينفع تتجوز واحد راجل طيب؟ ها؟ ينفع؟ لا بيحصل. انما تلاقي التنافر. والمقصود هنا ايه؟ المقصود اللي الايه عايزه ترسيه، عايزه ترسي اين قوام السعاده ودعائم الموده والمحبه. ازاي البيت يكون هادي؟ ازاي التوافق يحصل؟ التوافق يحصل لما يكون في طيب مع طيبه. لما يكون في طيب مع ايه؟ مع طيبه. لما يكون في واحد، ولذلك ربنا حتى الخبيث مع الخبيث هيحصل توافق. ولذلك ربنا قال: أولئك مبرؤون مما يقولون. أولئك مبرؤون إيه؟ مما يقولون. شوف العظمة. ليه؟ لأن الكفة الخبيثة تميل لبعضها والكفة الطيبة تميل لبعضها. ولذلك أقول لحضرتك حاجة، لما بيجيني السؤال على الهوا في أي مكان أكون فيه، يقول لي: يا شيخ ادعو الله لي ان يرزقني بعائشه او بفاطمه او بعائشه او بخديجه. يعني على شاكله السيده عائشه وخديجه بخلقها. فطبعا احنا نقول يا رب. فانا دايما ارد عليه رد بيزعل بعض الناس، كتير من الناس مني، اقول له: حينما تكون محمدا ترزق خديجه صلى الله عليه وسلم. المشكله مش ربنا يرزق الجميع ايوه ماشي، بس حينما يكون هو محمد. مش كده ولا ايه؟ مش صح؟ ولا انت عايز حضرتك تبقى ابو لهب وتاخد خديجه؟ ازاي؟ ابو جهل وتاخد خديجه؟ ابدا. لازم الكفه لازم تجمع. ولذلك حضره النبي لما يحط الاختيار يقول ايه؟ ان نظر اليها سرت، وان امرها اطاعت، وان غاب عنها
حافظات. لما سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي اللي يقول له انا عايز اتجوز دي، فيقول له انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكم. يا ترى ينظر اليها يبص لها؟ طب ايه الفايده؟ لا، انظر اليها اي اطلع على سيرتها واعرف سمعتها. وده انا ما بقولوش للرجاله بس، انما بقول لكل بنت. اياك تغتري باللي حافظ القران، اياك تغتري باللي بيصلي، اياك النبي صلى الله عليه وسلم قال فاصفر بذات الدين. فضيلة الشيخ احنا عايزين نعم. نعرف الاسس بقى، ما دام مش هنقتر بالصلاه ولا الصيام ولا المظهر آه. الخارجي المتدين، هنختار على اي اساس؟ بعد الفاصل ان شاء الله. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضيلة الشيخ، يمكن كنا قبل الفاصل بنتكلم على الأسس في الاختيار داخل أنوار سورة النور، وإزاي إن احنا ما ننخدعش بالمصلي الصائم القوام وما إلى ذلك. في حضرتك آية تكررت كثيرا في سورة النور، آيات بينات آيات مبينات، هذه العبارة تكررت. هل ده بيؤكد التأكيد على الاختيار؟ وانا بس عايز الفت نظر حضرتك ان الصوره صوره مدنيه. نعم. سوره النور صوره مدنيه. مدنيه. يعني انزلت في المدينه. وبسرعه عشان المشاهد يبقى معانا. تمام. ايه الفرق بين القران المكي والقران المدني؟ يقول لك ده انت هتدرس لنا بقى علوم القران، دي صعبه قوي. ابدا. انا عايزك وانت بتسمع اي ايه في القران او اي سوره تبقى عارف على طول. اول ما تلاقي فيه اداب او تشريع او صلاه أو صوم، تعرف إن كل ده نزل في المدينة. أول ما تعرف إن في أخلاق وتوحيد ونهي عن خلق خبيث، يبقى ده في مكة. ده ليه مقصد؟ ليه مقصد. التشريع يعني قانون. سورة النور اللي حضرتك بتتكلمي عليها دي أحكام. قوانين. أحكام. طيب يا ترى أنا لو ما اتربيتش أقدر أطبق الأحكام؟ لازم اتعلم الاول عشان اقدر انفذ القانون. هو ده اللي النبي وصله لك. النبي يا اخوانا يا كرام صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام قعد 13 سنه في مكه. بيعمل ايه يا استاذه؟ بيربي الشخصيه اللي تنفذ الكلام ده. بيربي الشخصيه اللي تحترم القانون. بيربي الشخصيه اللي هي تخضع للقانون. عشان ليه ما توصلش اصلا انه يتحكم عليها بالقانون. عشان كده ام المؤمنين عائشه تقول عبارة جميلة قوي قوي، تقول لو كان أول ما نزل من القرآن لا تزنوا لقالوا لن ندع الزنا أبدا. ولو كان أول ما نزل من القرآن لا تشربوا الخمر لقالوا لن ندع الخمر أبدا. يعني هي حتى تحريم الخمر بالتدريج. تدرج. نعم. ربى الشخصية الأول وبعدين نزل لها القانون. تمام. عشان كده لما ربنا يجي يقول لك آيات بينات أو آيات مبينات، ليه؟ عايز يقول لك أن هذه الأحكام أحكام واضحة لا تقبل الاجتهاد، ومن حيث وضوحها يتضح لك كل خبيث من طيب، يتضح لك من يدخل بيتك ومن لا يدخل، يتضح لك من تصاحب ومن لا تصاحب. لأن القرآن خلي بالك في خواتم سورة النور هيكلمك مين اللي ياكل في بيتك. ايه ده؟ ايه البخل ده؟ ابدا. ده عايز يقول لك ان اللي يخش يقعد في بيتك ده لازم يكون امين. خلي بالك سيدنا الامام الشافعي ليه بيتين حلوين قوي يا استاذه. يقول ايه؟ ولا خير في ود امرئ متكلف اذا الرياح مال حيث تميل. دخل وكل في بيتي. يعني الصدق في المشاعر والاخلاص في المشاعر. نعم. مش راحه كده زي ما بيقولوا ايه مع الرائجه. ابدا. يقول ايه؟ ولا خير في ود امرئ متكلف اذا الرياح مال حيث تميل. خلي بالك اذا لم يكن صفو الوداد طبيعه فلا خير في ود يجيء تكلفا. ولا خير في خل يعني صديق او صاحب يخون خليله ويلقاه بالمودة بعد الجفا. واحنا بقينا اصحاب فالسر بقى سري وسرك واحد، مش كده ولا ايه؟ تمام. ويذعن سرا بالامس كان قد خفى. بعد ايه بقى؟ يقول لك وينكر عيشا قد تقادم عهده ويذعن سرا بالامس كان قد خفى. طيب الشباب يختاروا ازاي الصديقات والاصدقاء؟ يعني هو النبي ليه كم صاحب؟ سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ليه كم صاحب؟
الصحابة كتير. الصحابة. وليه كم صديق؟ آه. واحد. أبو بكر. اشمعنى؟ ايه الحكمة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن قمة الكمال في أبي بكر، وقمة الأمان في أبي بكر، وقمة الحكمة في أبي بكر. بالله عليك يا كل أم، يا كل أب، لو دخلت ولقيت جوز بنتك بيتهم بنتك بالزنا والفاحشة، بالله عليك موقفك يكون ايه؟ تخيلوا. قصف المحصنات. لا تخيلي كده، ابو بكر يخش على سيدنا النبي، وسيدنا النبي بيقول لعائشة إن كنت فعلت فتوبي، وإن لم تكوني قد فعلت فإن الله مبرئك. تيجي ترفع صوتها، سيدنا أبو بكر يرفع إيده يقول لها إياك أن يعلو صوتك فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده أنا بنتك، بس ده صاحبي، بس ده صديقي، بس ده حبيبي. فلقيت إن خلاص فقط لأنه صديقه وحبيبه أم لأنه رسول الله الصداقة، فلا يقول إلا الحق. الصداقة، رسول الصداقة. ما هو خلاص، آه. ما هو هنا النبي إيه أنت شايفة إيه إلا إنه تأثر بكلام الناس. فإنما الصداقة تحتم أمور. قالت له ائذن لي في بيت أبي يا رسول الله. خلاص ائذن لي بقى أروح بيت أبوي. أذن لها رسول الله. يا ترى أبو بكر راح لف الدنيا، ده أنا صرفت عليه، ده أنا بأكله، ده أنا بشربه، ده أنا بدافع عنه، أبدا. كانت العلاقة طيبة لحد ما تنزل الآيات تبرئ أمنا عائشة فتقول كلمة جميلة قوي، تقول إن أبا بكر أبي أنصف رسول الله زوجي عليه، وإني أحقر شأنا من أن ينزل في القرآن، والحمد لله الذي أنزل براءتي من فوق 7 سماوات. فأبو بكر مصر إن الفضل لمين؟ للنبي. قومي لرسول الله، قالت لا بل أقوم للذي أنصفني، أقوم لرب رسول الله اللي أنزل الآية وأظهر براءتها. نعم. شوفي شوفي الصديق، نعم. شوفي الحبيب. فلما تروحي النهارده بتختاري، هذه صداقة نادرة في هذا الزمن، هي دي اللي احنا لا نجد هذه. يبقى ما تدخليش حد بيتك، يبقى ما تخش حد بيتي، لأن ربنا قال كده أو صديقكم. خلي بالك اللي ياكل من بيتي معايا بعد قرايبي من باب الإكرام، أو صديقكم، أو صديقكم، مالش أو صاحبكم، أو إيه؟ صديق. اللي هو إيه؟ اللي هو الصديق من يصدقك. خلي بالك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا نوائب الدهر عليك تجمعت شتت نفسه فيك ليجمعك. هو ده الصديق. عشان كده ما حدش كافئ سيدنا أبو بكر. وقف النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لأحد له عندنا يد، يعني معروف، إلا كافأناه عليها، إلا أبا بكر فإن له يد لا يكافئ عليها إلا الله. أبو بكر ليه معروف مش هيكافئ عليها ربنا، فتنزل الآيات وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وبعديها يقول له ولسوف يعطيك ربك فترضى، يقول الحمد لله الذي جعل منزلة أبي بكر من منزلتي. نستأذن حضرتك نرفع أداء أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. عدنا معكم مشاهدينا الكرام وأنوار سورة النور وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد أبو بكر. حضرتك كنا قبل الفاصل بنتكلم عن أسس الاختيار، إزاي الصديقة تختار صديقتها، الأسس التي أنارتها سورة النور. هذه الأسس تتلخص في أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا أسسا. أولا أن من اختاره صديقا أو صاحبا لابد أن يكون مؤتمنا يحفظ السر. لابد أنه إن وجد فيك خيرا أذاعه، وإن وجد فيك شرا كتمه.
ينصحك لله ويستر عيبك عن الناس ويعطيك من ماله حتى لا تنكشف أمام الناس، كما كنا يضر نفسه لينفعك. لا يستطيع أن يسمع عنك كلمة تسيء إليك ويذب عن عرضك ويدافع عنك إلى آخر رمق في حياتي. تمام. هذه هي الأسس التي لا بد أن تتوافر في الصاحب أو في الصديق. ولذلك كلما علت نفس الصديق في نفسك كلما على غضبه منك أو قربه منك. خلي بال حضرتك، لما حضرتك لا قدر الله أو أنا نخش المستشفى احنا نعرف آلاف الناس إنما بنسأل عن ناس معدودات، مش كده ولا إيه؟ تمام. لقربهم منا ولولا منزلتهم لما سألنا عنهم. يبقى لابد على الشباب ان هو يبتعد عن اصحاب السوء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يصور لنا مثال جميل قوي، يقول مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك اما ان تشتم منه رائحه طيبه واما ان تبتاع منه، ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تشتم منه رائحه خبيثه. فخليك حريص ان انت تكون صاحب لحامل المسك. سورة النور أيضا احنا قدامنا دقائق معدودة نعم. بها مقاصد كثيرة. نعم. لم نتناولها كلها. نعم. وكنا بس عايزين نعرف حضرتك من هم أولو الفضل. أولو الفضل هم الذين إذا أسيء إليهم أحسنوا، وإذا اعتدي عليهم عفوا، وإذا ظلموا أنصفوا من أنفسهم، واللي هم يوم القيامة ربنا يظلهم بظله يوم لا ظل إلى ظله. أين أهل الفضل أو أولو الفضل؟ فيقوم أناس فتقول الملائكة ما كان فضلكم؟ يقولون كنا إذا أسيء إلينا أحسنا. بالمناسبة الآية ليها خاصية تانية، إن هي في سيدنا أبو بكر لما قطع النفقة عن مصطح بن أثاثة لأنه كان قد خاض في عرض الستين عائشة، فنزلت الآية ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى إلى آخر الآية. عايزة تقول لأبو بكر إيه؟ إن أبو بكر إن كان هو أساء إليك فأحسن عليه، أحسن إليه. ولذلك الشاعر يقول يعني إيه؟ يكون من المحسنين. نعم. ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل أينما زرع، إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرع. وسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن صادف أهله فهو أهله وإن لم يصادف أهله فأنت أهله. وسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصاحب المعروف لا يقع وإن وقع وجد متكئا. طيب قبل ما نختم الحلقة بس في أسئلة من ديوان الإفتاء. حضرتك حكم الصائمين في الدول الأوروبية، وجود فرق توقيت بيننا وبينهم. الصائمون على الدول الأوروبية لابد أن تكون توقيتاتهم مطابقة لمكة والمدينة. وبعض الفتاوى قالت لأقرب دولة، وهذه فتاوى خاطئة، ولكن لمكة والمدينة. فيعملوا إيه؟ هيصوموا لعدد الساعات اللي بيصومها أهل مكة والمدينة، ويتقيدوا بالإمساك والإفطار على عدد تلك الساعات دون التقيد بطلوع نهار أو بذهاب ليل. يعني ما يتقيدوش بالبلد اللي هم عايشين فيها. لا خلاص، عنده ممكن عنده ساعات الصيام تصل ل 18 ساعة أو ل 19 ساعة، يصوم إزاي؟ تمام. في بلد الليل فيه قصير جدا والنهار فيها طويل جدا. حتى وإن اختلفت ساعات البيولوجية، ساعات النوم بيننا وبين، حتى لو اختلفت. تمام. طيب حضرتك إذا كان الصلاة بتفرض من الصغر، نعم. طب ما حكم الصيام من الصغر؟ يعني الصيام في الصغر للتعويد وليس للتكليف، كما أن الصلاة في الصغر للتعويد. يعني لو افترضنا أن ابني عنده 5 سنين أبدأ أعوده يصوم للظهر، بعد كده للعصر، بعد كده للمغرب. ليه؟ لأن هذا التعويد بمثابة الرياضة والتدريب الذي يؤهله لأن يكون عبدا صالحا. لكن ما تجيش لعيل عنده 10 سنين أو 11 سنة وتقول له صوم، مش هيقدر يصوم، لأنك ما دربتيه وما عودتيه. وصحابيات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا كنا نصنع اللعبة من العهن، يعني من الصوف، فنجعلها لأطفالنا حتى يلهوا فيها عن الطعام والشراب. طيب حكم معجون السنان في الصيام؟
لا بأس به، وإن كان الأفضل الامتناع عنه. السواك ومعجون السنان لا بأس به إن أمن ألا يصل منه شيء إلى الحلق أو إلى الجوف، ولكن الأفضل أن يكون ذلك عند الإفطار أو يكون ذلك عند الإمساك. طيب آخر سؤال في عجالة شديدة، حكم العمل في الصرافة. العمل في الصرافة لا شيء فيه ما دمت تلتزم بالأوامر الإلهية والنواهي الإلهية. فالعمل في البنوك وشركات الصرافة وشركات الأسواق المالية لا شيء فيها، وقد أجازته دار الإفتاء المصرية، إذ أنه من قبيل العمل المحلل. أسأل الله أن يرزقك الخير والصلاح. بارك الله فيك وجزاك الله كل خير عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. شكرا لفضيلتك، شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبو بكر من علماء وزارة الأوقاف، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.